سلام. خلينا نفترض ان ربنا فتح على علمائنا واخترعنا حاجه قدرنا نمشي بيها اسرع من سرعه الضوء. نظريا انت لو عديت سرعه الضوء فانت بترجع في الزمن دي بسرعه كده، عشان دي مش حصه فيزياء. المهم نركب آلة الزمن ونرجع للستينات او للستينيات لو هترخم يعني. خلينا نفترض بقى ان حضرتك في الستينيات دي كنت مشهور جدا وما بتعرفش تمشي في الشارع من معجبينك، وفي يوم من الايام وانت نازل من البيت وقفت مع المعجبين بتوعك وتصورت معاهم ومضت لهم اوتوغرافات وركبت العربيه بتاعتك وقلت له اطلع يا عم عبده على الشركه. ما اعرفش ليه اسم عبده، بس المهم بير ويز مي. المهم ايه يا عم عبده، يوصل الشركه وتنزل من العربيه تلاقي معجبين تانيين خالص خلاف اللي كانوا واقفين لك عند البيت واقفين عشان يتصوروا معاك وانت قدام الشركه. وتخش شركه من اكبر الشركات في مصر في الوقت ده، تلاقي كل الموظفين والعمال اللي في الشركه بيقفوا لك وانت مش باصص لحد فيهم، انت داخل على مكتب المدير على طول. تخش مكتب المدير تلاقي واحد شيك كده قاعد على المكتب وبيقول لك خد البلوت تويست بقى، ويقول لك مبروك يا فنان انت بقيت مدير للشركه دي كلها. الخبر ده يبسط اي حد في الدنيا الا واحد بس، محمد فوزي، لان الشركه اللي هو اتعين مدير فيها ديت هي كانت شركته اصلا بقرار من الحكومه في الوقت ده. محمد فوزي ما كانش شخص طبيعي خالص، هتلاقيه عمل اغاني لكل الناس وتناسب كل العصور. يعني اقول لك يعني غنى اغاني دينيه زي اغنيه الهنا ما اعدلك لابو نواس، وغنى لمناسبه رمضان هاتوا الفوانيس يا اولاد، وغنى للاطفال. ومن هنا بقى نبتدي نتكلم عن عبقريه محمد فوزي. يعني يكون في المانيا ويسمع صوت واحد بيحاول يسكت طفل فيعجبه بكاء الطفل جدا ويعمل عليه اغنيه من اروع الاغاني اللي اتعملت للاطفال، ماما زمانها جاي. محمد فوزي من عبقريته كان قادر يطلع مزيكا من اي حاجه. يعني مثلا سنه 54 بيعمل محمد فوزي مع فاتن حمامه فيلم اسمه دايما معاه، وفي مشهد في الفيلم دوت كان راكب حنطور ففجاه يعجبه ايقاع الحصان على الارض وابتدي يعمل منه لحن عايش ل 100 سنه اسمه تربينا يا قلب. في نفس الفيلم بيعمل اغنيه اسمها اللي جرالك كان يا مكان وهو راكب القطر، فبيعجبه رتم القطر والفلنكات وعمل منهم الاغنيه دي. في الحقيقه يعني انا مش متخيل ان حد ممكن يطلع مزيكا من حاجه اسمها الفلنكات، بس الظاهر ان محمد فوزي نجح في كده. محمد فوزي كان بيلعب بالمقامات وهو سايب ايده. يعني في اغنيه اسمها ادي الميعاد قرب عمل كل جمله بمقام مختلف، دي حاجه مش سهله اطلاقا، بس عشان يعرف يوصل لك احساس كل جمله هتلاقيه بدا الاغنيه بمقام الرص وبعدين راح لمقام نوى قصر، ومن نوى قصر للكردلي، ومن الكردلي للنهوان، وبعدين الحجاز ويرجع تاني لنوى قصر، وبعدين الكردلي، وبعدين بيعمل لها سلم كوماتيك. واستمرارا لعبقريه محمد فوزي انه كمان كان قادر يطلع مزيكا من بني ادمين، وده لما عمل اغنيه كلمني طمني اللي قدر فيها يطلع المزيكا من اصوات البشر. وشرح ده في فيلم معجزه السماء سنه 56 وقال لهم عايزين تعملوا اوركسترا، قال للبنات انها تعمل اصوات كمانجات وطلب من الرجال ان هم يعملوا اصوات وتريات غليظه، وجزء تاني هيعملوا كورال. ومش بس كده، يكون قاعد بالصدفه في الاذاعه المصريه في الوقت اللي فيه الاذاعه الجزائريه بتدور على ملحن انه يلحن النشيد الجزائري، فجاه يعجبه محمد فوزي الموضوع ده ويخليه ده تحدي جديد، لان اللي عجبه هنا ان الكلام مكتوب له وطن. فلما تقدم عشان يعمل النشيد المره الاولى ما عجبش صوار الجزائر، بعد كده راح جاي عايده تاني، ولحد دلوقتي نشيد الجزائر بنفس التلحين اللي عمله محمد فوزي، واللي رفض اتقاض عليه اجر، وتكريما ليه اطلقوا اسمه على المعهد العالي للموسيقى في الجزائر. التلحين لام كلثوم كان حلم بيراود اي حد شغال في السين الغنائي، يعني مش هتلاقي شاعر او موزع او ملحن مش عايز يتعامل مع ام كلثوم، اللي حد زي فريد الأطرش عاش ومات من غير ما يعرف يشتغل معاه. ونفس الامنيه دي كانت عند محمد فوزي، بالفعل اتعرض عليه ان هو يلحن اغنيه لام كلثوم. المهم فوزي وهو قاعد بيلحن الكلام يجي له ضيف يقوم يفتح للضيف، فالضيف يجي يقعد يلحن الكلام اللي بيلحنه فوزي ويقول له ايه بقى؟ ويقول له انساك ده كلام انساك يا سلام، فيعجبه اللحن قوي ويروح مسمعه للست. حط نفسك بقى مكان فوزي كده، هتقول لها ان انت اللي لحنته وتنكر دور اللي لحن لك؟ لا، محمد فوزي ما يعملش كده وياخد الملحن من ايديه ويقول لها يا ست ده بليغ حمد. بليغ حمد ده هيبقى عنوان الحلقه الجايه. سلام.